ليه كل الزحمه هذه موجوده على المحل هذا في مصر؟ واحد اسمه محمد واحد اسمه عيد طارق الرجل الناس عليه طوابير، وقدر في أقل من سنة يثبت نفسه ويقلب الدنيا باختراعاته اللي مش بتخلص، وعرفوا يوصلوا لفئة كبيرة من الزباين ومشاهير كتير بياكلوا عنده، والبلوجر كلهم تحسهم أصحاب مكان وموظفينه هيبقوا تيك توكرز. حكاية محل وزير الحلوة اللي افتكاساته كلها من الحلويات وبس. ليه الزحمة عملت مشاكل مع زباينه، وليه البمبوزة عمل مشاكل مع الرجل الأزرق ومفاجأة عن صاحبه، كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. بيعشق التفاصيل ومركز في النجاح وبس، وشايف نفسه نمبر 1 في مجاله، وما عندوش سقف لنجاحه، ومفيش اختراع عمله إلا وعمل قلبان وسمع جامد، وقدر في أقل من سنة بس يفتح فروع في القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وبره مصر كمان، في الأردن والسعودية والإمارات. طبعا هنا بدأتوا تخمنوا مين هو. أيوة زي ما انت قلت كده، محل وزير الحلو اللي وصل للعالمية وفروعه وصلت بره مصر. وزير الحلو بيكمل النهارده سنة، وبمناسبة انه كمل سنة مليانة نجاحات وفروع كتير، عامل عروض ملهاش حدود وخلى البمبوزة ب40 جنيه. وزير الحلو عرف يروج لنفسه، والذكاء لعبته، والمشاهير أصحابه، واللي عمل دعاية لنص منتجاته هو الفود بلوجر الشهير أكلة عدنان، واللي مفيش اختراع ما جربهوش، وده غير عمرو بيلا تحسه الراعي الرسمي لإعلاناتهم. وزير الحلو بيعشق التفاصيل والتركيز في كل اختراع بيعمله، وتحسه شغال بالورقة والقلم في المنيو بتاعه، وأسعارها مناسبة لكل الفئات، يعني الغلبان والغني والمتوسط هيحلي، يعني هيحلي. الناس عنده طوابير، وده طبعا اتسبب في جدل كبير على السوشيال ميديا، والناس طلبت منه يحل الأزمة دي، وفي ناس كتير قالت انه بيتعمد يأخر زباينه علشان يقفوا طوابير قدام المحل فيتشهر ويتعرف اكتر، واللي يشوف الزحمة يقول ده محل حلو وياكل عنده. وناس كتير طلبته انه ما يعملش كده، لان في ناس كبيرة في السن ما تستحملش الوقفة في طوابير، بس هو طلع ونفى الكلام ده، وانه ماشيين بالارقام بتاعة الاوردر، علشان وزير الحلو هو يومك حلو، ومفيش اختراع عمله الا وبيخلص في نفس اليوم. وفي ناس كتير بتقول ان ارباحه خرافية من اول يوم طلع فيه، وارباحه اليوم بالريال والمصري، لانه فاتح فروع في الخليج وفي مصر. وزير الحلو قدر في سنة يفتح فروع جوه وبره مصر، في القاهرة في اكتر من 10 فروع، منهم في مصر الجديدة وعباس العقاد وشبرا مصر، وده غير القليوبية وابرزهم شبرا الخيمة، وفي الجيزة في فيصل والدقي وغيرهم، وفي كمان في اسكندرية، وفي بره مصر في دول الخليج زي الامارات والسعودية، وفتح من قريب في الاردن. وكل شوية يطلبوا موظفين من كتر فروعهم ما بتكبر كل يوم عن اليوم اللي قبله. والنجاح ده كله حصل في شهور قليلة، من اول ما طلع لحد ما كمل سنة النهاردة. وعنده اللي شغالين معاه خلاهم بلوجرز وتيك توكرز، وبيطلعوا يسوقوا للمنتجات بتاعتهم من قلب المطبخ على تيك توك على طول. واخرهم البمبوزة اللي قلبت السوشيال ميديا، وحصلت خناقة بينه وبين محل شهير بنفسه بنفس المنتجات. والموظفين معاه فيهم خفة دم مش طبيعية، والناس حبتهم جدا على التيك توك. وزير الحلو ملك اختراعات، اي منتجات بلبن وفواكه وكنافة، وفي رمضان ما تعرفش تقف فيه من كتر الزحمة. واسعاره المناسبة مقارنة باسعار محلات الحلويات الشهيرة اللي الكنافة فيها بتوصل لاكتر من 1000 جنيه. ومن ضمن اختراعاتهم الكشري الحلو، واللي عبارة عن كنافة وكريمة ومكسرات، والطعم اللي انت عايزه، كراميل او شوكولاتة او لوتس او مانجو. وفي كمان الفتة المدلعة والمتشقلطة برجر، وده غير البمبوزة والملوخيتو، واللي اساسها كنافة وبيستاشيو، وبيخرطوها بالمخرطة زي الملوخية. واما بقى عن صاحب محلات وزير الحلو، فهو غامض وما بيظهرش خالص، وما بيحبش الظهور في الميديا نهائي، ولا طلع ولا مرة اتكلم حتى في لقاء، ومش معروف جنسيته مصري ولا سوري. يا ترى جربت اختراعات وزير الحلو ولا لا؟ وايه اكتر حاجة بتحب تاكلها منه؟ شاركونا في التعليقات.